كريستال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة وصفة جميلة قوي، هي تورتة الفتة. هتعجبكم جدا جدا. هنجيب حلة ونحط فيها معلقة سمنة وننزل فيها باللحمة. هي وصفة قديمة بس الطريقة بتاعتها جديدة، ياريت تجربوها. وهنحط عليها ورق راولة، وهننزل عليها بالحبهان، وهننزل بالفلفل الاسود ونقلب كويس جدا لحد ما تتحمر كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت يا جماعة نصلي على النبي كل يوم. وبعد كده ننزل بالمية السخنة، وبلاش يا جماعة نحط ملح واحنا بنسوي اللحمة عشان تستوي بسرعة، ونغطيها ونسيبها. هنجيب حلة تانية ونحط فيها معلقة زيت ومعلقة توم ورشة فلفل ورشة ملح، ونقلب كويس لحد ما اللون بتاع التوم يبقى لونه ذهبي. بعد كده ننزل بربع كوباية خل. بعد كده ننزل بكوبايتين من الشوربة. لو وصلتي معايا لحد هنا ياريت تشتركي في القناة عشان تشوفي كل جديد. هنجيب حلة تانية وننزل فيها بمعلقة زيت ونحط معلقة توم ومعلقة ملح ورشة فلفل اسود، ونقلب لحد ما يبقى ذهبي، وننزل بالصلصة. ولازم معلقة السكر دي يا جماعة بتخليها كده مسكرة وجميلة. هنجيب عيش، اي عيش عندك حتى لو ناشف، ونقصه كده بالمقص لمكعبات صغيرة. يا ريت تكتبي لي في الكومنتات انت بتتابعيني منين، ولو في اي جديد يا ريت تقولهولي. اي اضافات يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات. هنجيب طاسة ونحط فيها زيت وننزل، لازم يبقى سخن، وننزل فيها بالعيش ونفضل نقلب عليه بالنار لحد ما يبقى ذهبي كده ومقرمش. بصوا يا جماعة مقرمش ازاي. هنجيب حلة ونحط فيها معلقة سمنة ونغسل الرز وننزل بيه كوبايتين رز، معلقة ملح ومعلقة فلفل. لو هتعملي كوبايتين رز هتنزلي عليهم كوبايتين ونص مية. لو هتعملي 3 كوبايات هتنزلي 3 كوبايات ونص مية، ونقلبه كويس على النار. بعد كده ننزل بالمية ونغطي. بعد كده نجيب صينية ونحط فيها العيش، نسويه كده، وننزل بالشوربة بتاعة الخل والثوم. طعمها جميل جدا يا جماعة. ونحط الرز عليها، ونسويه كده، وننزل عليه كمان بالشوربة. وبعد كده نضغط عليه بأي صينية تانية عشان لما تيجي تطلعيه من الصينية يبقى متساوي، ونقطعه كده زي الجاتو. طريقة سهلة جدا وجميلة وهتعجبكم جدا. وهننزل بالصلصة عليها، وبس كده يا جماعة. ياريت تعجبكم الوصفة الجميلة دي وتجربوها.